من الخرطوم ينضم إلينا الصحفي محمد باش عبر الأقمار الصناعية. أهلا وسهلا فيك محمد. يعني بداية ضعنا في صورة آخر المستجدات. كان هناك قبل ساعات حديث حول حصول اشتباكات عنيفة في الخرطوم بحري ويعني أيضا وسط الخرطوم. حدثنا عن آخر المستجدات محمد. مرحبا فهد، صباح الخير. بالتأكيد هذه الهدنة دخلت في يومها الثاني، الهدنة السادسة. حدثت عدد من الفروقات في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم، جنوب أم درمان وشمال أم درمان، وفي منطقة بحري كافوري وشرق النيل. أيضا هنالك اشتباكات حدثت في جنوب الخرطوم. الآن وأنا أحدثك هنالك أصوات لمضادات الطيران في منطقة الثورة، هي في غرب شمال أم درمان. تواصلت قبل قليل مع عدد من سكان هذه المنطقة وأكدوا أن مضادات الطيران تحاول قصف طائرة مسيرة تحوم في هذه المنطقة لها عدد من الساعات، ربما ترصد تحركات قوات تحاول الدخول من هذه المنطقة. وهذا الشارع قبل ساعات أصدر الجيش السوداني بيان بأن هنالك أرسال من الدعم السريع حاولت الدخول إلى شمال أم درمان من ناحية سجن الهدى، أو أي من ناحية ولاية الشمالية. فربما يكون هنالك أرسال عسكرية يتم رصدها لقصفها قبل أن تقوم بدعم هذه القوات التي تتواجد الآن في العاصمة الخرطوم. كما ذكر بيان الجيش أن هنالك قوات تحاول دعم هذه القوات المتواجدة في الخرطوم، ونحن إلى الآن نسيطر على عدد من الولايات ونسيطر على العاصمة الخرطوم، بحيث أن لا يتم دعم هذه القوات في الخرطوم من عدد من الأماكن. بالأمس ذكر أن هنالك أيضا أرسال حاولت الدخول من جانب الموالح أي من محمد. فقط هنا سؤال، هل تبين لك حجم هذا الرتل العسكري الذي يعني يحاول الجيش تسمعني محمد؟ هل تبين لك حجم هذا الرتل الذي تحاول قوات الجيش السوداني قصفه وهو متوجه إلى الخرطوم بحسب ما أفدت؟ لم يذكر بيان الجيش عدد هذه القوات، لكن البيان الذي صدر أكد أن منذ يوم 15 أبريل ومنذ بداية اندلاع هذه الاشتباكات قضى على 50% من القوات المتواجدة في الخرطوم وتبقى له 50%. إذن هذه القوات هي تعتبر قوات كبيرة جدا تحاول الدخول إلى الخرطوم، لكن السلاح الجوي السوداني يحاول قصفها لكي لا تدخل إلى الخرطوم ويصعب بعد ذلك السيطرة عليها. طيب محمد، يعني كان هناك تباين في التصريحات الإعلامية بين طرفي النزاع. يعني كانت بالنسبة لقوات الدعم السريع تتحدث عن طبعا، وأظهرت مقطع فيديو يظهر سيطرتها على القصر الجمهوري. اليوم يعني كيف هو المشهد من حيث السيطرة على أرض الميدان محمد؟ البيانات التي تؤكد هذه التفاصيل لم تصدر بعد حتى الآن. معرفة هذه التفاصيل أيضا فهد ربما تكون بالصعوبة بمكان، لأن الوصول إلى هذه الأماكن لمشاهدة من الذي يسيطر عليها ربما تكون أشبه بالمستحيلة، وليس هنالك صحفيين من الزملاء أو شهود عيان أو سكان من المناطق لكي نستفسر عن من هي القوات التي تسيطر على القصر الجمهوري الآن، أو من هي القوات التي تسيطر على القيادة العامة أو على مطار الخرطوم الدولي، لأن هذه الأماكن هي ليست أماكن ربما يكون فيها اكتظاظ للسكان، لأنها تطل على شاطئ النيل. فمن الجانب الآخر للقصر الجمهوري أيضا هنالك تسيطر عليه قوات الدعم السريع بحسب أهالي هذه المنطقة، فبالتالي لا يمكنك أن تعرف إلى أي مدى هذه الأخبار ربما تكون صحيحة، لأن هنالك في السودان فوضى أخبار وفوضى إعلام في السوشيال ميديا، فالحصول على المعلومة يصعب. فبالتالي نحاول بقدر الإمكان من خلال هذه المهنة أن نتصل بعدد من المصادر، بعدد من شهود العيان من المنطقة، نعم. بعدد من المسؤولين رغم صعوبة هذه الاتصالات، لكن نحاول الحصول على المعلومة الحقيقية
لكي نقولها للمشاهدين. وضحت الفكرة. محمد باش الصحفي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.